السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف الإحساس اللي بيجي فجأة وتحس إنك مريت بنفس الموقف ده قبل كده، كأنك شفت الشخص ده وسمعت الجملة دي، أو كأنك كنت في المكان ده زمان. بس الغريب إن ده أول مرة يحصل، وطبعا وقتها بيجي في بالك حاجتين: هو أنا مجنون ولا دي حاجة بتحصل بجد؟ في الفيديو ده هنفكك لك الظاهرة الغريبة دي من أولها لآخرها، وهنعرف هل هي علم ولا خرافة ولا حاجة أبعد من كده بكتير. نبدأ باسم الظاهرة دي: الديجافو. كلمة فرنسية معناها شفت ده قبل كده. تحصل لما تحس إنك عشت اللحظة دي قبل كده، رغم إن دي أول مرة تمر بيها فعليا. وعلى فكرة، بتحصل لمعظم البشر، وغالبا بتبدأ من سن ال8 سنين وتزيد طول فترة الشباب وتقل مع كبر السن. نخش بقى على التفسيرات العلمية الواقعية. المخ فيه جزء بيخزن الأحداث المؤقتة، وجزء تاني بيسجل الذكريات الدائمة. ولو حصل خلل بسيط في التزامن بينهم، المخ ممكن يسجل الحدث الجديد كأنه قديم، فتحس إنك شفته قبل كده. المعلومات اللي بتدخل للمخ من العينين بتتنقل كل واحدة لوحدها، ولو عين بعتت للمخ قبل التانية بثانية بسيطة، المخ بيعالج الحدث مرتين ويتهيأ لك إنك مريت بيه مرتين. ممكن يكون في حاجة بسيطة جدا في المكان، أو موقف شبه حاجة من زمان محفورة في ذاكرتك. وقتها بيحصل ربط لا واعي، وبالتالي بتحس إنك عشت ده قبل كده. طب السؤال: هل ليها علاقة بالدماغ أو الأمراض؟ بعض العلماء ربطوها بنوبات الصرع أو استخدام أدوية معينة، لكن ده مش دايم. ناس كتير من السالمين تماما بيحسوا بالديجافو برضه. طب هل الموضوع خلص على كده؟ بالعكس تماما، لسه في تفسيرات فلسفية وخيالية. بعض النظريات بتقول إن اللي بنحسه وقت الديجافو هو انعكاس لحلم قديم نسيناه. الموقف بيحفز اللاوعي فيفتكر الحلم وتحس إنك عشت ده قبل كده. وفي نظرية الأكوان المتعددة. النظرية دي بتقول إن في نسخ تانية منك في أكوان موازية. النسخة التانية مرت بموقف ده وإنت حسيت بيه لما عقلك اتواصل لحظة مع الكون التاني. وفي نظرية تانية بتقول إن دي تفسيرات بتدخل من الجانب الروحي أو ما وراء الطبيعة، لكن ما فيهاش أي دليل علمي ومرفوضة علميا ومنطقيا. طب والسؤال هنا: هل لازم أقلق لما أحس بالديجافو؟ بالعكس تمام، مفيش أي خطر معروف أو تأثير سلبي معروف للظاهرة. هي مجرد خلل مؤقت في المعالجة الدماغية أو استدعاء خاطئ للذاكرة القديمة. الديجافو ظاهرة غريبة لكنها مش غامضة زي ما ناس كتير بتفتكر. العلم بدأ يفهمها، وبدأنا نعرف إن دماغنا أحيانا بيغلط، بس بشكل عبقري. لو أنت من الناس اللي حسوا بيها كتير، افتكر إنك مش لوحدك، وإن دي علامة إن عقلك شغال بس بيحاول يسبق الزمن شوية. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل حلقاتنا أول بأول.